بما ان الاجواء شتويه كده وحلوه، يلا نسوي حلا الكشد الجميل. يلا نشوف طريقته معانا زبده حوالي 100 جرام، وعندنا حوالي 400 جرام من التمر بالشكل هذا، او تقدروا تستخدموا كمان تمر يكون عادي بالنوى حقته، ما عندكم اي مشكله. وهنبدا نقلبه كده مع بعض الين كده يتجمر شويه معانا ويتفك كده وكله يندمج مع بعض. عندنا كوب سميد محموس بهذا الشكل، هنحطه كده فوقه ونقلبه كده مع بعض. عندنا كمان كوب بسكوت مطحون بهذا الشكل، هنحطه برضو فوقه. عندنا كمان حليب بودرة محموس، هناخد حوالي كوب بهذا الشكل. وبعدين عندنا كمان علبتين قشطة أي نوع تفضلوه، أنا حطيت عليه شوية حليب عشان ما يتكتل معايا. وهنبدأ نقلب كده الخليط حقتنا كله إلين الكل يتجانس مع بعض. في المرحلة هذه خلاص أنا أقدر أحط المنكهات اللي تعجبني، أو لو تحبوه زي كده برضو هيطلع جميل. وهنحط كل الكمية كده. يا سلام يا سلام، هذا يبغالها فنجان قهوة يعدل الراس. يلا نزينه بأي حاجة عندكم، مكسرات كده، أنا عندي لوز محمص. يا سلام يا سلام. وبكده وصفتنا جاهزة، حلا كده دافي وشتوي وجميل. إن شاء الله تكون الوصفة سهلة وبسيطة. أتمنى إن شاء الله تشوفوني في وصفات ثانية. كان معاكم أم عمر بعثمان، أحبكم مرة. باي باي.